ومشكلة إحسان الظن بهؤلاء المتكلمين مشكلة كبيرة. خذ مثلا أبو ذر الهروي، عالم مشهور وراوية للصحيح، لكنه نحى هذا المنحى بسبب أنه أحسن الظن بأبي بكر الباقلاني من متقدمي الأشاعرة، وذلك أنه كان مع شيخه فلقي الباقلاني فشاهد تعظيما واحتفاء كبيرا من الدارقطني بالباقلاني فعظم في عينه فصار يتردد عليه فأخذ عنه مذهبه واتجه إلى هذا المذهب. انظر خطورة تعظيم المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فإن أبا ذر هذا جاور بعد ذلك في مكة، وهو أول من نقل المذهب الكلابي الأشعري ونشره في مكة. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل لما توافد عليه طلبة العلم ولا سيما من المغاربة والأندلسيين حملوا هذا المذهب الكلابي الأشعري إلى المغرب والأندلس. والسبب في هذا كما بينت إحسان الظن بمن تقدمهم من هؤلاء المتكلمين.